السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهارده بإذن الله هنحل التقييم الأسبوعي ال 12 على مادة اللغة العربية لسه في السنة الإعدادي الفصل الدراسي الأول. ويلا بينا نشوف عندنا هنا الفترة الرابعة التقييم الأسبوعي الأسبوع ال 12 المجموعة رقم ألف. أجيب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول من نص عندما يصبح العلم رسالة الخوارزمي، وهناك علاقة وثيقة بين الخوارزمي والذكاء الاصطناعي، حيث إن الخوارزميات التي طورها الخوارزمي تعد الأساس في بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي. طب تعال نشوف الأسئلة عندنا. رقم ألف مرادف وثيقة. يعني إيه وثيقة؟ اللي هي الوثيقة اللي هي القوية. قوية. تمام. جمع الأساس الأسس. الأسس. تمام. رقم ب ما العلاقة بين الخوارزمي والذكاء الاصطناعي؟ العلاقة بينهم إيه؟ إن في علاقة وثيقة بين الخوارزمي والذكاء الاصطناعي. يبقى هنقوم عاملينها كده إن هناك علاقة وثيقة بين الخوارزمي والذكاء الاصطناعي، حيث إن الخوارزميات التي طورها الخوارزمي تعد الأساس في بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي. ودي رقم كام؟ ودي رقم ب. تمام. هنشوف اللي بعده. السؤال الثاني القواعد النحوية. استخرج أداة الشرط غير الجازمة وحدد الجملة الشرطية وجواب الشرط. عندنا هنا إذا اجتهد الطالب في دراسته فإنه سيحصد ثمار تعبه في المستقبل، فالعلم لا يعطيك بعده حتى تعطي، وكلما خطأ الطالب خطوة في طريق التعلم اقترب من تحقيق حلم. طب تعال نشوف يا مس، عايزنا نطلع أداة الشرط غير الجازمة. طيب عندنا هنا إذا أداة شرط، دي إذا، وكاتبين إذا أداة شرط جازمة. أداة شرط غير جازمة هنقوم كاتبين أداة شرط غير جازمة. غير جازمة. تمام يا مس. عندنا هنا طيب إذا، وعندنا استخرج أداة الشرط غير الجازمة وحدد الجملة الشرطية وجواب الشرط. طيب هنقول عندنا هنا فعل الشرط اللي هو إيه؟ اجتهد. عندنا اجتهد، أو ممكن نخليها إيه؟ ماشي، اجتهد. دي هتكون إيه؟ ده فعل الشرط. فعل الشرط. طب جواب الشرط في إيه؟ في دراسته. في دراسته. دي هتكون إيه؟ دي هتكون جواب الشرط. جواب الشرط. طيب يا مس، إحنا قلنا هنا إيه في دراسة جواب الشرط؟ فإنه سيحصد ثمار تعبه فين؟ في المستقبل. فالعلم لا يعطيك بعده حتى تعطيه. طيب ممكن نقول إيه كمان يا مس؟ وعندنا هنا كلما خطأ الطالب. عندنا كلما أداة شرط غير جازم. كلما أداة شرط غير جازم. تمام يا مس. طب عندنا بعد كده الفعل الشرط بتاعه ايه؟ فعل الشرط اللي هو خطأ الطالب. خطأ الطالب. خطأ الطالب. خطأ الطالب ده فعل الشرط. فعل الشرط. طيب يا مس، جواب الشرط بتاعه ايه؟ اللي هو اقترب من تحقيق حلمه. اقترب من تحقيق حلمه. دي هيكون ايه؟ دي هتكون فعل او ايه؟ جواب الشرط. جواب الشرط. هي ممكن اقترب من تحقيق حلمه او اقترب فقط. تمام يا مس. تمام. عندنا السؤال الثالث القواعد الإملائية. هات من الفقرة كل كلمة منتهية بتاء مفتوحة وتاء مربوطة طب عندنا هنا الفقرة قامت الطالبة بتقديم بحث مميز عن البيئة وقد استخدمت أدوات كثيرة لجمع المعلومات، وكان بحثها نموذجا يحتذى به فين؟ في الدقة والإتقان. تمام يا مس.
تعال نشوف عندنا هنا، عايزنا نطلع كل كلمة منتهية بتاء مفتوحة وتاء مربوطة وهاء. عندنا أول حاجة قامت، عندنا تاء مفتوحة، يبقى احنا عندنا رقم 1 قامت تاء مفتوحة، تاء مفتوحة. طيب الطالبة هتكون تاء ايه؟ الطالبة تاء مقفولة، اللي هي ايه؟ تاء مربوطة، تاء مربوطة، تاء مربوطة، مربوطة. تمام يا مس. بتقديم بحث مميز عن البيئة، البيئة دي برضو تاء مربوطة، تاء مربوطة. وقد استخدمت تاء مفتوحة، تاء مفتوحة. أدوات كثيرة، كثيرة دي هتكون إيه؟ عندنا كثيرة دي برضو إيه؟ تاء مربوطة، تاء مربوطة. أدوات كثيرة لجمع المعلومات، عندنا المعلومات دي تاء مفتوحة، تاء مفتوحة. وكان بحثها نموذجا يحتذى به، هاء دي هاء، هاء. تمام يا مس. هاء. في الدقة دي تاء مربوطة، تاء مربوطة. تمام يا مس. تعال نشوف عندنا بقى، نحط ايه؟ دايرة تحت التاء المفتوحة والتاء المربوطة. قامت والطالبة بحث مميز عن البيئة، وقد استخدمت أدوات، عندنا برضو أدوات كثيرة لجمع المعلومات، وكان بحثها نموذجا يحتذى به في الدقة والإتقان. تمام يا مس. تمام. عندنا هنا نشوف اللي بعده، المجموعة رقم ب. أجب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول من النص: عندما يصبح العلم رسالة الخوارزمية. إن الخوارزمية تمكن الآلات من التعلم واتخاذ القرارات وتحليل البيانات وحل المشكلات. فأغمض عينيك لحظة وتخيل عالمنا الآن بلا خوارزميات، بلا جبر. كيف كانت ستسير العقول؟ طب ألف، مرادف أغمض، أنا واحدة بغمض عين، يعني إيه؟ بغلقها. أغمض، أغلق، أغلق. تمام. مضاد تسير، تتوقف، تتوقف. تمام يا مس. رقم ب، ما هي وظيفة الخوارزميات كما أظهرت من الفقرة؟ الخوارزميات وظيفتها إيه؟ إن هي تمكن الآلات من التعلم واتخاذ القرارات وتحليل البيانات وحل المشكلات. تمام يا مس. تمام، ودي هتكون رقم ب. تمام. شوف اللي بعده. السؤال الثاني: لو كان الإنسان يدرك قيمة الوقت منذ صغره لكان استثمرها كل لحظة في تطوير نفسه. فالوقت هو رأس المال الإنسان الحقيقي، فإذا أحسن استغلاله زادت قدرته وتطورت إمكانياته. تعال نشوف عندنا هنا أدوات. إيه؟ أداة شرط غير جازمة، أداة شرط غير جازمة، فعل الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط، جواب الشرط. تمام يا مس. تعال نشوف عندنا هنا أداة شرط غير جازمة، لو. لو. فعل الشرط يا مس هنخليها كان، لو كان. طب جواب الشرط هيكون ايه؟ جواب الشرط هيكون لكان استثمر كل لحظة، اللي هي لكان استثمر، لكان استثمر. تمام يا مس. عندنا هنا كل لحظة في تطوير نفسه، فالوقت هو رأس المال الإنسان الحقيقي. إذا هتكون أداة الشرط، نقوم كاتبين إذا، إذا. طيب فعل الشرط هيكون إيه؟ فعل الشرط هيكون أحسن، أحسن. استغلاله زادت قدرتي، فجواب الشرط هيكون إيه؟ زادت، زادت. تمام يا مس. تمام. شوف اللي بعده. السؤال الثالث: القواعد الإملائية. ماشي.
نظمت المدرسة رحلة ترفيهية إلى الحديقة العامة، وقد شارك الأبناء والآباء بكل محبة وسعادة، وكانت رحلة فرصة لتعزيز العلاقات العائلية. ورجع كل واحد يحكي تجربته ويظهر سعادته بالرحلة. هات من الفقرة بس نقوم مسحين دي بس كده الأول. كل كلمة منتهية بتاء مفتوحة وتاء مربوطة وهاء. تعال نكتب عندنا هنا تاء مفتوحة، تاء مفتوحة، تاء مفتوحة، تاء مربوطة وهاء. تمام يا مس؟ تمام. تعال نشوف تاء. أول حاجة هنبدأ بالتاء الإيه؟ بالتاء المفتوحة. نظمت، هنقوم كاتبين نظمت، نظمت. المدرسة، تاء مربوطة، المدرسة. رحلة، رحلة، رحلة. ترفيهية، تاء مربوطة، ترفيهية، ترفيهية. إلى الحديقة العامة، الحديقة العامة، الحديقة العامة. وقد شارك الأبناء والآباء بكل محبة، محبة. تمام يا مس؟ بكل محبة وسعادة، سعادة. كانت، كانت الرحلة، الرحلة فرصة، فرصة لتعزيز العلاقات، العلاقات العائلية، العائلية. ورجع كل واحد يحكي تجربته. خلي مثلا الهاء هنا تحت، تجربته عشان ما عليهاش نقط. ويظهر سعادته بالرحلة، سعادته بالإيه؟ بالرحلة، الرحلة. تمام يا مس؟ تمام كده احنا طلعنا تاء المفتوحة وتاء المربوطة والهاء. تمام. شوف اللي بعده. المجموعة رقم ج أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول من النص: عندما يصبح العلم رسالة الخوارزمية ونحن نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي، ندرك أن المسار الذي بدأه الخوارزمي قد يصل إلى بناء إلى الخير إن اخترنا درب النور، أو إلى الشر إن اتبعنا درب الطغيان. تمام. تعال نشوف عندنا هنا ألف. ما المرادف بضرب؟ يعني إيه الضرب؟ الضرب يمس اللي هو الطريق، طريق. طيب مضاد بدأه أنهاه، أنهاه. تمام. رقم ب: متى تصل البشرية إلى الخير ومتى تصل إلى الشر؟ إمتى البشرية تصل للخير وإمتى تصل للشر؟ بتصل للخير إن اخترنا درب النور، اخترنا درب النور. أو إلى الشر إن ابتغنا درب الإيه؟ أو اتبعنا درب الطغيان. تمام. ودي رقم ب. شوف اللي بعده. عندنا هنا السؤال التاني. القواعد: أدوات شرط غير جازمة. كلما قرأت كتابا جديدا كلما قرأت كتابا جديدا ازداد وعيك واتسعت مداركك. فالقراءة تغذي العقل وتنمي التفكير. فإذا قرأت تفتحت أمامك آفاق جديدة نحو حياة شخصية ومهنية ناجحة. عايز نستخرج أداة الشرط غير جازمة وحدد جملة فعل الشرط وجابها بالإيه؟ الشرط. بس الأول نقوم مسحين دي. عندنا هنا أداة شرط غير جازمة، أداة شرط غير جازمة اللي هي إيه؟ اللي هي كلما. هنقوم كاتبين كلما، أو نغير كده خليها كلما، كلما. فعل الشرط قرأت، قرأت. جواب الشرط هتكون إيه؟ ازداد، ازداد. تمام يا مس؟ عندنا هنا بعد كده وعيك واتسعت مداركك. إيه؟ فممكن نقول إيه كمان؟ فإذا قرأت، إذا، إذا. جواب الشرط فعل الشرط قرأت. جواب الشرط هيكون إيه؟ تفتحت،
تفتحت. تمام. نشوف اللي بعده. السؤال الثالث، القواعد الإملائية. المعلم يبني وطنه ويشكل على الطالب ويشكل وعي الطلاب والطالبات، فدوره لا يقتصر على تعليم الدروس والمعلومات، بل يتخطى ذلك إلى بناء العقول سواء في المدرسة أو المكتب. تعال نشوف. تاء مفتوحة، تاء مفتوحة. تاء مربوطة، مربوطة، ها. تمام يا مس؟ تمام. تعال نشوف تاء المفتوحة. المعلم يبني وطنه، وطنه دي هاء، وطنه، ويشكل وعي الطلاب والطالبات، الطالبات، الطالبات. تمام. فدوره، دوره، لا نقوم بس شايلين الايه، الهاء، النقطتين. فدوره لا يقتصر على تعليم الدروس والمعلومات، المعلومات، بل يتخطى ذلك إلى بناء العقول سواء في المدرسة أو المكتبة، المدرسة والمكتبة، المكتبة. تمام يا مس؟ تمام. عندنا هنا أو هو يعتبر كده خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظروني في حل باقي التقييمات، وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.